السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد بقناتنا تيربو سبورت. طبعا اليوم حنحكي عن موضوع القرعة اللي صارت تصفيات كأس العالم 2026 أمريكا والمكسيك. القرعة صارت ورح نحكي اليوم عن جميع المجموعات، مو بس مجموعة منتخبنا السوري. طبعا اجت أول شي هم بنشوف مجموعة قرعة تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 وأمم آسيا 2027. وجاءت المجموعات التسع كالتالي. المجموعة الأولى قطر، الهند، الكويت، والفائز من الدور الأول بين أفغانستان ومنغوليا. المجموعة الثانية يلي هي فيها مجموعة منتخبنا السوري، اليابان، سوريا وكوريا الشمالية، والفائز من الدور الأول بين ميانمار وماكاو. المجموعة الثالثة كوريا الجنوبية، الصين وتايلاند، والفائز من الدور الأول بين سنغافورة وغوام. والمجموعة الرابعة عمان، قرغيزستان، ماليزيا، والفائز من الدور الأول بين الصين تايبي وتيمور الشرقية. المجموعة الخامسة إيران، أوزبكستان، تركمانستان، والفائز بين هونغ كونغ وبوتان. كلها أوزبكستان تركمانستان. أوكي. المجموعة السادسة العراق، فيتنام، الفلبين، والفائز من الدور الأول بين إندونيسيا وبرناوي. وتحية للشعب العراقي والمنتخب العراقي، وإن شاء الله بالتوفيق. المجموعة السابعة السعودية يلي انتصرت على الأرجنتين بكأس العالم قطر 2-1 مع الأردن وطاجكستان، والفائز من الدور الأول بين كمبوديا وباكستان. والمجموعة الثامنة الإمارات والبحرين، والفائز من الدور الأول بين اليمن وسريلانكا، والفائز كمان من الدور الأول بين نيبال واللاوس. والمجموعة التاسعة والأخيرة اللي هي أصعب مجموعة بالنسبة للمنتخب الفلسطيني أو اللبناني بسبب وجود المنتخب الأسترالي. راح يكون في استراليا وفلسطين ولبنان، والفائز بالدور الاول بين المالديف وبنغلاديش. هدول الفريقين ما راح يكونوا بالمستوى المطلوب مثل استراليا، ولكن بتمنى التوفيق للمنتخبين الفلسطيني واللبناني. على كل حال التوفيق جميعا للمنتخبات العربية، وخاصة منتخب سوريا هو منتخبنا. طبعا بدي ارجع على المجموعة الثانية اليابان وسوريا وكوريا الشمالية. المنتخب كوريا الشمالية يعني تقريبا من مستوى منتخبنا، ولكن المنتخب الياباني مستواه اكيد كتير كبير، اللي فاز على المنتخب الاسباني وفاز على المنتخب الالماني. المنتخب الياباني كتير متطور جدا جدا، مثل ما شايفين هون التصنيف العالمي لمنتخب اليابان هو رقم 20 عالميا، يعني ليس بالمنتخب السهل ابدا ابدا ابدا. لذلك يرجى الحذر من موضوع المنتخب الياباني. يعني المفروض المنتخب السوري يكون عنده كتير مباريات ودية مع منتخبات قوية جدا حتى يقدر يصارع المنتخب الياباني. طبعا المنتخب الياباني منتخب متطور جدا، يعني بتعرفوا هن عاملين خطة بال2050 او 2052 بدهم ياخذوا كأس العالم. من هلا عما يجهزوا لهالموضوع هذا، مثلنا فرد شكل، يعني مثلنا بالضبط. ايه، التوفيق لمنتخبنا السوري، وبتمنى انه يكونوا اللاعبين على جاهزيتهم على اكمل وجه، وان شاء الله هيك ببيضوها مثل تصفيات كأس العالم الاخيرة اللي صارت المرة الماضية. كان خاصة مع المنتخب الاسترالي، يعني هذيك المباراة انا ما بنساها بحياتي. لما لعبنا تعادلنا 1-1 بالذهاب وبالاياب، كمان كان في ظلم تحكيمي كتير وطرد محمود المواس، واخر شيء خسرنا بالوقت بدل الضائع بالوقت الاضافي 2-1. يعني كان هذاك المنتخب بقيادة الحكيم منتخب جبار جدا، منتخب قوي جدا. اتمنى ان يعود المنتخب السوري كما كان وافضل في هذه التصفيات. المباريات الودية دائما عم نخسر فيها. انا بصراحة ما بشوف المباريات الودية هي مباريات رسمية، ولو خسر فيها المنتخب السوري بنتائج كبيرة انا ما عندي اي مشكلة. المباريات الرسمية هي المهم. الودية بيكونوا عم يطبقوا خطط، عم يطبقوا افكار جديدة، عم يجربوا لاعبين جداد. فانا مالي ضد هذا الشيء ابدا انهم يخسروا. صح انهم خسرانين 10 مباريات يمكن ورا بعضهم او 9 مباريات بس من مباريات ودية، ولكن هذا الشيء ما بيأثر ابدا. المهم انه نحن نكون على قد المسؤولية بالمباريات الرسمية. وما طبعا اكيد عنا وقت كتير بالنسبة لتصفيات كأس العالم، لسه في وقت كتير
في عنا لسه بطولة آسيا كمان على الأبواب. ف